ولأنه صرنا على 8:30 خلينا نبلش بخبر بيضات الرئيس المصري وكيف علقوا على الدوزيام أمام رئيس الوزراء الأسترالية. She met the Egyptian president today, and he's doing some adjustments with his government, but he's also adjusting something else. Just watch very carefully. Hello, and just sorting himself out there, and. سلام. أنا بعتقد هون مش المشكل كان بالحركة نفسها، لأنه ما شاء الله مثل ما لاحظنا ما إيش مشير الرئيس المصري من هونيك، عشوائي بتفكروا شيعي، بس أنا من جهتي بحط الحق على الكلسون. شو رأيك؟ أنا رح أتجاهل التعليق عن الشيعة وما حأسألك كيف بتعرف. في السياسة ممكن تمشي ورا الشيك، هتلاقي شكله حلو كده وكلامه مزوق، بس ساعة الجد يسقط منه. وفي اللي عكسه جد كده وقديم، تحسه بتاع أيام العز، أو خليك مع المرحرحين. بس أنا بوافق الرأي إنه نوع الملابس الداخلية هو السبب، فالبوكسر بيعطيك إحساس بالفلتان والحرية، وممكن بأي لحظة يطل ويصبح الموجودين إذا لابس دشديشة مثلا، بس السليب بيكمش أكتر، بيخلي السنفور تبعك محدود بتحركاته، وبعتقد اللي صار هون إنه الرئيس خاف يفقس وحدة منهم يعني، فقام مباشر بعملية التخرطش ليظبط الوضعية وما يصير في إصابات، وهيدي الحركة كل الشباب بيعرفوها واسمها شلاك شلاك، لأنه أمرار السنفور بيكون غضبان، أم بيكون سنفور حشور، أم محشور، أم بيكون جاي على باله يظهر يعمل شوبينج، وهي عملية بنشوفها أكتر شيء لما الشبيحة بيكونوا واقفين وشلاك شلاك ترتيب الوضعية، وبيعملوها بسرعة من دون ما حدا يلاحظ، لأنه عادة ما بيكون في 1000 صحافة وكاميرا بوجهك. خلينا نشوف الإعادة على البطيء. اللي عم تحكيه هيك، ومثل ما عم نشوف الرئيس مرسي عم يقرب ايده، عم يقرب ايده اكثر، عم يقرب اكثر، صوب الهدف اكثر اكثر وشلك شلاك جول. أنا بعتقد الرئيس المصري كان عارف إنه الكرسي الرئاسي بيجي مع هيدي الحركات، لأنه الممثل الكبير عادل إمام يلي عم بيحاولوا يحاكموه هلا نبه من قبل عن هذا الموضوع بمسرحية واد سيد الشغال. قاعدين بنتكلم كلام كبير هنا، هنتكلم ونفك لسه احنا كل شويه. في رطوبه في الجو، الحاجات بتلزق في البلاوي الزرق. هو رئيس امريكا وهو بيخطب بيحط له بتاع خشب كبيره قدامه ليه؟ في واحد مستخبي تحت البتاع بيفك اللزق بتاع الرئيس الامريكي. الفرق انه اللزق تاعه كان من قدام هالمره مش من ورا. انتوا دايما كده اللبنانيين واخدين الدنيا مسخره بمسخره.